مختار أيضا شخصية مليئة بالتناقضات ومريضة نفسيا وسلوكيا. لا يوجد إنسان كامل، الإنسان مليء بالتناقضات، وما حدا فهم هالعبرة أكثر من الشخصية المركبة. مختار ليس شخصية مركبة فحسب، مختار أيضا شخصية مليئة بالتناقضات ومريضة نفسيا وسلوكيا. رح بسط المعادلة، الشخصية المركبة والشخصية البسيطة، شو الفرق بيناتهم؟ الشخصية المركبة لما نشوفها بالشاشة كيف بنفرقها عن الشخصية البسيطة؟ ببساطة بنلاقي تعبيرها عن السعادة، تعبيرها عن الحزن يختلف عن الشخصية البسيطة. طبعا أكيد مو بهالبساطة، لكن أنا بحاول بسط المشاهد العادي. تعالوا نفوت ونعرف شو الفرق بين الشخصية المركبة والشخصية البسيطة، وهل مختار شخصية بسيطة أم شخصية مركبة؟ خلوا إيمانكم بالله قوي واعتصموا بحبله، وفي الختام الصلاة على النبي المختار والخيرة فيما اختاره الله. أكيد معظم اللي عم يشوفوني بيقولوا إنه شخصية مركبة. ليش مركبة؟ الشخصية المركبة عندها تعقيدات كثيرة، شخصية معقدة، بينما الشخصية البسيطة صراعاتها خارجية وغير معقدة. الشخصية المركبة قارئة، فاهمة حالها منيح، بتعرف سلوكياتها، بتعرف تاريخها، بتعرف عواطفها، لهيك بنعتبرها شخصية جذابة بالأعمال الدرامية. وكمان لنفس السبب اللي هي بتعتبر قارئة وبتعرف عواطفها منيح، بتعرف سلوكها منيح، فهي متغيرة عبر الزمن، هي شخصية غير ثابتة. الشخصية المركبة ما بتبقى على نفس السلوك، ما بتبقى على نفس صفات الشخصية طول العمل، فبتلاقيها عم تتغير، وتغيرها هذا بيخلق تنوع بالشخصية. إذا بنرجع بتاريخ شخصيته لمختار بنلاقي شخصيته من أول ما خلق عنده مشاكل مع أخواته الزعران اللي هن حاولوا كتير انهم يضطهدوه وعنفوه جسديا ولفظيا. طبعا طفل بعمره ممكن يخاف لانه اصلا والده مو صافف معه، هو طفل مستضعف، ولكن بحالة مختار هو كان يخاف بعض الاحيان ولكن يتشجع باحيان اخرى، فكان يخاف ويقوى، ونمى سلوكه الدفاعي وتحول من دور الضحية وصار سلوكه هجومي وباحتراف، لأنه شخصية قارئة وشخصية مثقفة، اشتغل على حاله منيح وقدر يتحول من الدفاع إلى الهجوم. عنده تاريخ مرضي على الأغلب هو شيزوفرينيا وبارانويا، Paranoid Personality Disorder، ولكن الأمراض العقلية اللي اجته من خلال الوراثة غالبا وبطفولته تم تعزيزها وتحفيز هالأمراض اللي عنده واستدعاء عوارضها من قبل الاعتداء اللفظي والجسدي من إخوانه. هذا الكذب بحياتي ما راح أنسى لك إياه. ولكن هالأمراض العقلية غالبا ما بتكون وراثية، من كتر ما كانوا إخواته يضطهدوه ويعتدوا عليه لفظيا وجسديا بشكل مستمر، حتى أنه أبوه ما كان متعاطف معه، ولكن كان بالعكس متعاطف مع إخواته ضده.